هناخدكم في جولة ونشوف أجواء رمضان هنا في الحسين. في أكتر مكان هتلاقي فيه وهتحس بأجواء رمضان هنا في مصر هي في الحسين. واحد دلوقتي بيتمشى في خان الخليلي، وهنطلع بقى على شارع المعز، وتعالوا بقى نشوف أجواء رمضان عاملة إزاي. دلوقتي بقى يا جماعه جينا عند واحده من اقدم مستشفيات مصر، هي تقريبا اقدم مستشفى في مصر، بقى لها اكتر من 700 سنه ولسه شغاله لحد دلوقتي. وشمس بقى هو اللي عرفني القصه دي. المستشفى دي مستشفى السلطان قلاوون في المجموعه بتاعته في شارع المعز. بقى لها اكتر من 700 سنه. هي اتطورت دلوقتي عموما، بقت متخصصه في مرض الرمد بتاع العيون. اقدم مستشفى ما زالت ان هي تشتغل لغايه دلوقتي هي مستشفى السلطان قلاوون. بعد المستشفى هتلاقي الناحية التانية قدامها هو مكتوب قبة الصالح نجم الدين أيوب، وده من سنة 1250 ميلاديا. ومين بقى هو النجم؟ ده زوج شجرة الدر، واللي كان آخر ملوك الدولة الأيوبية. تعرف ان شارع المعز ده يعتبر اول كومباوند اتعمل في التاريخ، ويعتبر اكبر متحف مفتوح في العالم بقاله اكتر من 1000 سنة. يا جماعه هنا طول ما انت ماشي في شارع المعز هتلاقي، انت مش عارف تبص يمين ولا شمال من كتر الحاجات اللي هتلاقي هنا. لو انت عارف معلومات كمان الموضوع بالنسبه لك مختلف تماما، ولو معاك بقى شمس الموضوع هيبقى مختلف بقى خالص. لو كل شويه بيقول لي معلومه فاحنا يعني انا بقول اسيب الكاميرا مفتوحه ونقعد نسجل كل شويه. يعني المكان اللي ورايا ده هنا السبيل، او المكان اللي الناس كانت بتشرب منه ميه، وكانوا بيخزنوا الميه في خزانات تحت الارض عشان تفضل متحافظ عليها وتفضل ساقعه على طول. الناحيه الثانيه هنا بص شوف المنظر عامل ازاي. من اكتر الاماكن اللي هتحس فيها باجواء رمضان حرفيا هو المكان اللي ورايا ده، تلاقيه قدام مساجد مجموعه قلاوون هنا الناحيه التانيه. جينا واحد من احسن الاماكن اللي تيجي تفطر فيها هنا في رمضان وتحس بالفايبس بتاعتها، هي صاحب السعاده. شوف الاجواء عامله ازاي.
باشا هتلاقي بقى ايه على يمينك مسجد قدام شويه الأقمر. مسجد الاقمر. ايه بقى ده قصته يا صديقي؟ المساجد القليله اللي موجوده من ايام الدوله الفاطميه اه دون تدخل. يعني هو مسجد فاطمي على الطراز الفاطمي. الفاطميين دايما كانوا عارفين احنا ان هم الشيعه. المسجد لما تدخل من جوه هتلاقيه مختلف عن المساجد اللي بترجع للعصر المملوكي اللي معموله من 4 اروقه او 4 ايوانات. ده لا، عشان هم كانوا تبع المذهب الواحد. بنى المسجد دوت وقت الحاكم بامر الله، كان هو اللي امر بايه ببنائه. هتلاقوا فوق من عشان بس الموضوع اللي هو بيعملوا صيانه محمد يعني. وعلي في النقوشات اللي فوق، بس عشان بس الصيانه مكتوبه. هتلاقي هنا بالذات هنا مكتوب كلمة علي محمد اهي، وعلي. كلمة علي هي مكتوبة على المكان هنا. الكيلاني ده اشهر واحد بتاع سوبيا هنا، موجود من مصر من قديم الازل. بص الكيلاني ده لازم تجيب من عنده السوبيا بتاعته، معروفه هنا في شارع طعم المعز. اصول، ايوه طعم اصول الكيلاني هو رقم واحد. دلوقتي وصلنا عند بيت السحيمي، وهتلاقي واحده من العادات اللي حلوه قوي تيجي تقعد فيها هي قهوه السحيمي اللي ورايا دي. الاجواء بتاعتها بالليل بالذات بقى ووقت السحور هتبقى جميله جدا، والناس هنا بتيجي تفطر في المكان ده. بص شكل المكان جميل جدا. هنا هتلاقي واحد من اشهر الفنادق وليها اجواء مميزه جدا، هو فندق الرياض. فندق الرياض ده اي حد ممكن يقعد هنا يحس بالاجواء بقى جميله جدا. بص حتى من اول الراجل اللي تحت ولابس عثماني، شكل الاوض جميل جدا. وهنا هتلاقي ايه المأذنه الوحيده في مصر اللي على التصميم العثماني. كل المآذن في مصر على شكل مختلف، لكن هنا دي المأذنه الوحيده. وهتلاقي جنبها هنا في سبيل بتاع ميه كان موجود في المكان. بصوا المكان بصراحه كمل جولتنا في شارع المعز. هنا المدرسه الكامليه يا عمرو. إيه؟ مدرسه للسلطان كامل ايوب، ترجع لاسرار الدوله الايوبيه. اقدم مدرسه في مصر. وصلنا دلوقتي لاخر شارع المعز. هنا هتلاقي بقى ايه بوابه القاهره القديمه، بوابه الفتوح. وهنا هتلاقي ايه الحاكم بامر الله. لا تعالوا نتفرج عليه شكله عامل ازاي من جوه. نصور والمغرب أذن علينا وما حجزناش فطار وشربنا سوبيا، وهنصلي دلوقتي هنا في مسجد الحاكم بأمر الله. قلنا بعدها نطلع على كبابجي ابو طاهر عشان نفطر فيه، والاكل كان حلو جدا، وكان كباب وكفته وسجق، والاكل كان بصراحه يعني اديله 8 من 10. قلنا دلوقتي الاخر بقى جزء خلاص، طلعنا من شارع المعز ورانا باب الفتوح هنا، وهنا تلاقي في ناس بتفطر بقى ايه على باب القاهره الفاطميه القديم لحد دلوقتي. واشهر حاجه هنا هي ايه؟ هو محل زيزو نتانا. محل زيزو نتانا او اسمه زيزو، تمام. عادل امام طلع في افيه قال لك ايه؟ بقول لكم ايه، انا جعان، انتوا مش جعانين؟ جعانين. في واحد في مصر القديمه اسمه زيكو تلوث، ولا روح عند زيزو نتانا. مين؟ زيزو نتانا عنده شويه سندوتشات مهلبيه ايه عجب. فالكلمه دي سبحان الله كانت مصدر رزق، ان هي فتحت على محل زيزو نتانا ده. الناس كلها بقت بتيجي تاكل ايه بقى ايه؟ زيزو نتانا وبابا عبده، وهتلاقي بقى الملكي ومحلات كتير. فما ينفعش تفوت الاماكن دي بقى ايه، تتسحر وتفطر فيها هنا في رمضان.
حاجه بقى هنا قلنا نصلي التراويح في المسجد الازهر. فعلا بجد الاجواء هنا يعني فظيعه، والناس من كل الجنسيات في العالم بيجوا يصلوا هنا، وكل بقى الطلاب بتوع الازهر. وطبعا بقى شمس قعد يقول لي معلومات بقى عن المكان. بخصوص مسجد الازهر، عشان اتبنى في فتره الدوله الفاطميه، والدوله الفاطميه كانت دوله شيعيه، فموضع المساجد اللي اتبنت في العصر الفاطمي الشيعي هتلاقوها دايما ما فيهاش 4 أركان. ليه؟ لانهم كانوا على مذهب واحد، عكس المذهب السني كان فيه 4 مذاهب، اللي هو المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنبليه. فاي مسجد هتروحوه اتبنى في فتره المماليك، لما تروحوه هتلاقوا صاله و4 صالات محاوطه بيه. دي دليل على ال4 مذاهب اللي هي مذاهب اهل السنه. كانوا بيقعدوا يدرسوا فيها، يعني بيقعدوا كده في هيئه دوائر، عكس المسجد عكس المساجد الفاطميه زي الحاكم بامر الله او مسجد الاكبر او مسجد الازهر، كلهم هي ساحه واحده بس. الله اكبر الله اكبر. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة